عليكم عاملين ايه؟ انا بقى النهارده اخيرا حان الوقت واللحظه اللي هنزل فيها عشان اشوف حاجات رمضان. طبعا بصوا لسه السجاد ما اتفرش ولا اي حاجه، لسه اصلا ما اتغسلش. بس لقيت بقى الوقت بيجري فقلت لا ما بديهاش انزل بقى الحق ايه، اشوف القماش بتاع الخياميه، لان انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا عايزه اصور بدري قبل ما القماش يخلص. واحنا خلاص عدينا اهو نص رجب، كل سنه وانتم طيبين. فخلاص بقى حان الوقت ان احنا ننزل نشوف القماش. آه انا هنزل اشوف لو في حاجه لقيتها مناسباني، بصراحه هجيب. لقيت الموضوع مش مناسبني او القماش غالي قوي هكتفي بالقماش اللي عندي. بس الغرض ان انا برضو انزل اصور واوريكم الدنيا فيها ايه. يعني في ناس طبعا حابه ان هي تجدد، في ناس اصلا ما عملتش زينه رمضان خالص قبل كده فما عندهاش اصلا قماش. فيلا بينا ننزل نشوف الدنيا فيها ايه تحت وناخد جوله كده ونشوف حاجات رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو عشان نشوف هنعمل ايه. يلا هنا بقى نقول بسم الله ونبدأ جولتنا. أول حاجة أنا كنت واقفة قدام الغورية من بره، الغورية اللي فيها بقى تربيعة القماش، وقدام شارع المعز من الناحية التانية أو شارع الصاغة. تمام الغورية. هنا بقى أنا نازلة المنزل بتاع الغورية. عايزة أقول لكم إن آخر الغورية خالص آخرها هي الخيامية، يعني هو ده شارع الخيامية في آخر الغورية. تمام المكان ما يتوهش خالص. انت لما تمشي آخر شارع الغورية خالص هتلاقي بتوعك قدام الخياميه. انت اول ما تلاقي القماش بتاع الخياميه دوت او قماش رمضان هتعرفي ان انت خلاص كده وصلتي بسلامه. المهم ده كان اول واحد قابلته هناك او اول واحد كان فارش. عايزه بس اقول لكم حاجه، ان انا اول مره انزل الخياميه او انزل المنطقه نفسها، انا على طول بجيب القماش بتاعي من المسكي من عند جامع البنات او تقاطع بورسعيد، او كنت بجيب القماش بتاعي او بجيب حاجات رمضان من درب البربره. تمام في المسكي. دي اول مره انزل الخياميه نفسها. بصوا الكسترات دي تحفه، عايزه اقول لكم شكلها في الحقيقه ابن لذين. انا جايبه منها هوريها لكم. رهيبه وسعرها عبيط، سعرها عبيط اقسم بالله. آه، اول حاجه، انا اول مره انزل الخيميه زي ما بقول لكم، وفي الحقيقه انا ندمت السنين اللي فاتت ان انا ما نزلتش. اول حاجه بهجه رمضان بمجرد ما بتخش المكان رهيبه. المحلات مشغله الاغاني القديمه، المحلات كلها تقريبا بتبيع حاجات رمضان. عارفين انت ماشيه كده، انت بمجرد ما بتوصلي كانك دخلتي رمضان او كأن رمضان جه. في شوية حاجات تحفة ملهاش حل هناك. زينة رمضان حتى في حاجات أنا ما كنتش شفتها قبل كده شفتها هناك. حاجات نحاس وحاجات معدن وكل حاجة موجودة. بصوا اللي منورة هناك دي زي هلال كده على صينية، وبيديكي معاه زي شمعة كده بتشتغل بحجرة. شكله تحفة يا بنات اقسم بالله. بصوا الصواني دي بيبقى معاها زي كسترات كده. تحفة. وبصوا برضو الأطباق دي. معلش يا بنات الاذان كان بيأذن ففصلت الفيديو ورجعت تاني. بصوا بقى هنا بوريكم كمان الاطباق. وبصوا بقى اطباق التسالي دي، الطبق المتقسم بتاع التسالي. وبصوا البفات دي او البوف اللي بيبقى فيه قطن او فايبر. وكمان الصواني دي خشب بيد معدن كده برضو شكلها حلو قوي، كانت تقريبا عامله 65 جنيه. هنا بقى ده القماش، بس المقطع يعني كان يعني مش عارفه هو مبكسل مني في الفيديو ما خدتش بالي منه. بس بصوا عايزه اقول لكم ان القماش هناك بيبدأ من 15 جنيه المتر لحد 30 جنيه. يعني من اقل حاجه خالص اللي هي البلاستر خالص لحد اغلى حاجه فيه 30 جنيه. اللي انا ماسكاها دي تحفه، كانت حاجه كده عامله زي القماش في خيش في بلاستر. بصوا حلوه قوي، كانت المتر منها ب 30 جنيه. هو قال لي اسمها كده بس انا نسيت. جبت انا بقى قماش من الاخضر دوت، اول مره اجيب اللون ده. هعمل منه برضو خداديات معاكم بطريقه حلوه قوي هوريها لكم ان شاء الله، هصور لكم بيها فيديو. بصوا برضو الصواني اللي شبه بتاعه ايكيا دي جبت منها تحفه، عجبتني قوي. اقدم عليها بقى في رمضان الكوبايات، احط عليها حلويات، المهم يعني هي شكلها حلو قوي. وكمان في المفارش البلاستيك بتاعه السفره. وكمان في الرول اللي هو بيبقى الرول اللي بيلزق على الرخامه او بيلزق على الحيطه برضو اللي هو بتاع رمضان. وبرصوا الخداديات والهلال والنجمة
وال والفانوس برضو اللي هم المبطنين برضو هناك موجودين، كان تقريبا الصغيرة عاملة 30 جنيه والكبيرة عاملة 35. بصوا برضو الكوشنات حلوة قوي. انا الكوشنات كانت عجباني جدا جدا جدا، بس انا بصراحة ما جبتش منها، جبت قماش، جبت متر قماش ب15 جنيه، وهعمل انا التلات خداديات اللي عندي. يعني عايزه اقولك ان انت لو نزلتي ب50 جنيه او ب100 جنيه ممكن تملي بيتك حاجات رمضان على قد الايد. يعني ممكن تجيبي مثلا مخدتين ب10 جنيه، ممكن تجيبي مترين قماش تعمليهم مثلا خداديات او تعمليهم مفارش، ممكن تجيبي لك صينيه، تجيبي لك كوستر. يعني قصدي اقولك انك تقدري بأقل حاجة تفرحي نفسك وولادك. هنا كمان العياشات بتاعة العيش بتبدأ من 10 جنيه أو 15 جنيه لحد 30، على حسب بلاستيك أو معدن. بصوا برضو المفارش السودا دي تحفة، كانت عجباني قوي. شكلها حلو قوي برضو. وبصوا دي مراية للمطبخ حلوة جدا، بصوا الأشكال تحفة، حاجات رمضان تحفة. بس أنا في حاجات ما ينفعش أجيبها، لأن يسر مش هتخليها على الترابيزة. يعني أنا لو حطيت قدام يسر مفرش زي ده هلاقيه على الأرض، مش هتحطه. يعني قصدي هيلفت نظرها انه بيلمع، فكل شويه هلاقيها نزلته من على الترابيزه. فعشان كده انا ما يعني الحاجات اللي حسيت ان ايديها هتطولها قوي ما جبتهاش. هنا برضو ده اللي هو بيبيع بقى حبل النور. عايزه اقول لكم برضو الاشكال هناك تحفه، من 25، 30، 35. جبت برضو هوريكم. بصوا انا جبت شويه مشتريات كده، مش عايزه احرقها لكم، انا هعمل لكم بقى فيديو للمشتريات اوريكم الحاجه اللي انا جبتها وهنفرش مع بعض هنا. وجبت حاجات لبيت والدتي برضو هنفرشها مع بعض. انا يعني مبسوطه قوي، انا مبسوطه قوي بالنزوله دي، ومبسوطه قوي ان انا نزلت الخياميه. يعني اول مره انزل، بس لا انا مبسوطه قوي بالنزوله دي، وحرفيا هنزل تاني. مش هنزل عشان اجيب حاجه، لكن هنزل عشان انا انبسطت بالجو هناك. يعني الجو هناك رمضاني قوي، فانا بحب بحب الايام دي. كل سنه وانتم طيبين وجميعا بخير يا رب، وكل اللي نفسه حاجه يا رب يحققها. بصوا بقى الجنب ده، اللي هو الجنب اللي انا كنت مصوراه، اللي هو المفروض على ايدكم اليمين ده، ايوه دوت. ده شمع يا بنات، الناس اللي بتدور على الشمع وقوالب الشمع، الشمع المعطر والشمع الالوان، هو الجنب ده بيبيع. بس انا بصراحه ما سالتش عشان انا ما كنتش هجيب. طبعا برضو ما ينفعش اجيب، لان انا عندي طفله ممكن تمسك الشمع اللي هي قدامكم دي، تمسك الشمع على الارض. بس هم هناك عاملين كمان مفارش بطريقه جديده، يعني مدخلين الخيش مع المفارش ومدخلين اقمشه تانية. بصراحه الدنيا هناك فظيعه، والجو هناك حلو قوي. الأسعار حلوة جدا، من 15 ل10 ل20 30 50 60. بصي لو انتي نازلة بأي مبلغ هناك هتجيبي اللي انتي عايزاه، يمكن أكتر من أي مكان تاني. والحكمة في الموضوع دوت ان المكان هناك كله بيبيع نفس الحاجة، فمش وارد ان حد يغلي عن حد. يعني قصدي ان هو مكان مفتوح، فهتلاقي الحاجة اللي هتناسبك بالسعر اللي هيناسبك. ممكن تجيبي لك خداديتين ب10 جنيه، ممكن تجيبي لك مثلا 3 كوبايات او على حسب عدد افراد اسرتك. ممكن تجيبي لك فانوس، تجيبي لك حاجة كده فيها شكل بوجي وطمطم او شكل رمضان تعلقيها على الحيطة، تجيبي لك عود نور كده يعني. يعني فرحي نفسك، يعني انت فرحي نفسك في الشهر الكريم ده. دايما الواحد بيحب كده ان هو يفصله عن باقي السنة بحاجة حلوة كده. الاولاد كمان بيفرق معاهم الحاجات دي جدا، يمكن عننا احنا ككبار. ففرحي نفسك. المهم لو وصلتوا لحد هنا وقفوا الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو، وبعدين ارجعوا كملوا الفيديو تاني، عشان انا عارفة ان في ناس كتير قوي قوي بتتفرج وبتنسى تعمل الكلام ده كله، عشان اصور لكم حاجات كتير كده وتشجعوني. طبعا المقطع دوت كان قبل يعني كان قدام، بس هو هنا انعاد تاني. بس يعني اللي ما خدش باله منه قدام يشوفوا هنا. هو اصلا يعني انا كده صورت اللي قدرت اصوره هناك، لان انا بصراحة كنت ماشية عايزة استمتع بالمكان وبجماله. فحاولت ان انا اصور لكم بقدر الامكان واديكم فكرة للناس اللي ما تعرفش المكان، او شايفة ان ممكن الاسعار السنة دي تبقى غالية. لا الحمد لله الدنيا لحد ما كويسة هناك. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا يا رب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.